خويا انا عندي بيسي وما عرفت شنو ندير به باش نبدا ندخل منه باش نسلك راسي. تقدر توجهني اخويا امين؟ خويا هاد الفكره هادي ديال انا كنعيش في واحد الوضعيه صعبه وخاصني شي طريقه باش نسلك راسي. هاد الطريقه في التفكير خاطئه، وراه خاطئه وخاطئه وخاطئه. علاش؟ لان خويا ما كايناش شي حاجه في الويب سميتها نسلك راسي. كاين اما انك غادي تتعلم ومن بعد غتدخل لواحد المجال، يا اما غتبقى يخبطوا فيك الحيوط وغادي تجي وتحط السؤال بحال بزاف ديال الدراري تيحطوا نفس الاسئله. الا كنتي اخويا عبدو كتشوف تقول لك اخويا خدمت في الدروب شيبين، عاود ننتقل للريسكين، عاود تلح لهادي وما دار حتى شي حاجه في حتى شي وحده. خاصك تبني الاساس، ثم ملي كنبنيو الاساس تعرف على المجالات. وحنا هضرنا على ديك الهوايه اللي قلنا. شوف انت الهوايه ديالك فين كاينه باش ملي تخدم شي حاجه خدمها. الله يكون في العوان، كيكونوا الظروف صعابه. هادشي اللي دزتي منه انا راه دزت مكراف منه، ولكن اخويا كنت كنعلم راسي وكنت نستمتع. كان هذاك هو داك الجحيم اللي كنعيش في وسط المجتمع. كنهرب كنعلم راسي في واحد القنت اللي كنحس براسي كنستمتع، تنخرج من داك العالم الكئيب الى واحد العالم كيعجبني. داكشي علاش قلت لك خاصك دير شي حاجه كتبغيها انت، يعني كتمشي لذاك العالم الجميل اللي تجلسو وكتستمتع. من بعد اخويا عاد تبداو يدخلوا الفلوس. فانا الا كنت غادي نوجهك اخويا غنقول لك اخويا سير قرا على الكوبي والرايتين، سير قرا على الادورد، سير قرا على فيسبوك ادز، سير تعلم كيفاش تصاوب ان ووردبريس. من بعد اخويا سير للمنتديات بحال ديجيتال بوينت، واريور فوروم، بلاك هات، سيو فوروم. شوف المجالات اللي تما، كل مجال جلس فيه سيمانه، جلس استوعب داك المجال مزيان. ماشي تنقول لك تتعلم، هي جلس تعشق فيه، دوقو هذاك المجال واحد السيمانه، ومن بعد دوز المجال الاخر جلس فيه سيمانه، عاود دوز المجال الاخر جلس فيه سيمانه، حتى يكون عندك فكره واضحه على جميع المجالات. عاد تقول هذا المجال اللي تنحس به قريب ليا، هذا المجال هو اللي عجبني بزاف مقارنه مع هذه المجالات. عاد ديك الساعه تخصص فيه، وملي تخصص في هذاك المجال او ملي تبغي تبدا هذاك المجال انت راه ديجا عندك واحد الخلفيه، عندك لاباز، عندك واحد الخلفيه. وحتى ديك الصويمينه اللي جلستي مع ذاك المجال تعلمتي بعض الاساسيات. بدا اخويا عبدو. ملي طيح في مشاكل اولا ملي تحس انه عندك شي حاجه ماشي هي هذيك، جي اخويا في اللايف، ها انا معاك، قول لي يا خويا امين عندي هذا المشكل، عندي هذا، لقيت هذا، اش ندير في هذه، وانا اخويا راه غادي نجاوبك بما تيسر. واش ضروري التجاره الانجليزيه في التجاره الالكترونيه ولا العربيه كافيه؟ شوفي اختي جنهاد اولا جنهاد ما عرفتش الصراحه واش اسم بنت ولا دري. اللغه الانجليزيه ضروريه، سواء كنتي بغيتي ديري التجاره الالكترونيه في المغرب او لا كنتي غديري التجاره الالكترونيه في الخارج. ضروري الانجليزيه. علاش ضروري الانجليزيه؟ لانه ملي كتكوني قاريه اللغه الانجليزيه فانت تتكون عندك واحد الاداه اللي هي اعظم اداه. شي هذا السيد اللي قلنا ليه تقرا الكوبي والرايتين وقرا هذا الشيء، راه الانجليزيه هي اعظم اداه، هي اقوى اداه، هي ديك البولدوايزر ولا بولدايزر ولا شي يقولوا ليها، اللي كتمكنك انك تتحيدي العمش وانك ما كتعتمديش على شي واحد باش يقريك ولا يوريك. ملي ما كتكونش عندك اللغه الانجليزيه كتحتاج واحد اللي يشرح لك باللغه العربيه، وهذاك اللي تيشرح لك للاسف هذه عقليه عندنا ما يمكن لنا اننا ننفيوها، ان العرب للاسف الشديد كل واحد تيضرب على راسو في هذا الويب، كل واحد تيضرب على راسو. يعني اختي انا باغ ديفو ما تثقيش في شي عربي، مني انا وجبد ما تثقيش فيا، ما تثقيش في شي عربي. اعتمدي على راسك باش تعلمي، اعتمدي على راسك باش انك تكوني راسك. راه قلنا ديك المره انتيا اش خاصك ولا انت اش خاصك. اشنو هو الفرق بينك وبيني انا دابا؟ يا شنو هو الفرق بينك وبين اي واحد؟ علاه حنا مالنا كيجينا الالهام كنجلسو نديرو حنا واش فقهاء؟ كنمشيو نقلبو. راه صافي البحث، والبحث راه انا عندي لونجلي انت ما عندكش، خصك انك تجي انت ونشرح لك انا. وداك والبحث والتجربه نقدر نكون فايتك في التجربه فقط، لانه اللي بغى يبدا دابا ماشي بحالي انا بادي من 2009. هذا هو الفرق فقط لا غير. اما شي حاجه من غيرها راه ما كاينش شي فرق بيني وبينك، غير انا كنقلب وكنطور راسي لان عندي اللغه الانجليزيه. انت ما عندكش اولا انت ما عندكش، خاصك تسنى واحد يشرح لك يقولها لك بالعربيه باش تفهمها. اذا اختي واش ضروري الانجليزيه؟ راه ضروري ومؤكد، ضروري ومؤكد. يعني لونجلي راه سي كلكو شوز دو بريمورديال. نعم اخويا امين، انا تنكتب مزيان في الكلافي بالعربيه وبالفرنسي، انا خدامين نقدر ندفع عليهم بالعلم اني ناقص في الفرنسي. اخويا الا كنتي كتكتب بالزربه كاين واحد المجال، ولكن هو مجال
ما غاديش العربيه الفرنسي، هو غالبا لونجلي. كاين واحد المجال انك تخدم كفريلانس مع شركات كيبداو يصيفطوا لك اوراق، تيصيفطهم لك دي اتش ال ولا ارامكس، وتتجلس انت طابيهم. كيحسبوا لك الورقه مثلا، يقدروا يحسبوا لك الورقه 5 دولار، 5 دولار اسمح لي، يقدروا يحسبوا لك مثلا الورقه بواحد دولار، او لا يقدر تكون 10 دراهم 8 دراهم. تيصيفطوا لك هذوك الوراق وانت تجلس تطبي هذوك الوراق. تيبغيو هما يحولوا، تيديروا الارشفه الالكترونيه. تقدر تخدم معاهم، تيصيفطوا لك في الاول ما تيخلصوكش، تيصيفطوا لك دوك الوراق تطبيهم عاد تيخلصوك، او لا كيصيفطوا لك غير واحد العدد قليل وتتجلس طابيه ومن بعد تدير هذا. وهذا راه كاين بيزنس اخر، انه وهذا راه اكثريه هذا البيزنس شد الهنود والمساخيط الوالدين هما اللي شادين هذا البيزنس هذا، بحيث انه كيجي مثلا، وهنا راه تقدر ديرو في المغرب، انه كيجيب واحد 4 ولا 5 الناس كيدير لهم 2 دراهم من الورقه، هو رابح في الورقه 8 دراهم، او لا رابح في الورقه 7 دراهم، وتيجيو هما تيبقاو يطابيو في هذوك الوراق اللي كيصيفطوا. فهذه كاينه، ولكن اكثريه ديال الفرص كاينين في امريكا، او لا في بالونجلي ماشي بالفرنسي او لا العربيه على حد علمي. ويا امين انا ويب ديفلوبر، شي طريقه اللي نقدر ندخل بها الصرف كفريلانس. الطريقه اللي تقدر تدخل بها الصرف هو انك تقلب في لي باج جون ديال الدول، ديال الميريكان، ديال استراليا، ديال هذا، على لي بواط دو كومونيكاسيون، وحاول انك تصيفط لهم واحد البورتفوليو ديالك باش انهم يخدموا معاك. وهكا خويا فانت بالنسبه لهم وين وين، يعني هما بالنسبه لهم عندهم واحد الفريلانس اللي كيخدم لهم في الديفلوبمون ويب، اللي هو بطبيعه الحال ما كيخلصوش بان صالير دو باز. كاينين دول اللي صالير دو باز ديالهم 3 المليون، فانت كيعطيك واحد 10000 درهم، هما بالنسبه لهم راه مسلكاهم. كذلك داكشي اللي هو سوسيال مفكين منه، يعني ما انت ما تابعهم لا بلاسورانس لا بوالو. وانت من جهه اخرى فانت راك تضرب معاهم واحد 10000 درهم، الا دبرتيه في 3 الكلاينتس اللي بداو يخدموا معاك يعني اللي تخدم معاهم كل شهر، راه غادي تلقى راسك تدير واحد 3 البركات. ولا الاشاره انك هاد الناس الا خدمتي معاهم مزيان راه كتبدا تطور معاهم، وراه حتى لي سالير كيبدا يتزاد، وتقدر انك تخدم اونلاين. ومن بعد كاع كنعرف انا دراري اللي من بعد بداو كدي فريلانس معاهم، ولكن لانهم الناس اللي متالقين وهذا كملت بهم الحياه انهم خدموا في دوك الدول يعني وتادابطاو في هذوك الدول. ولكن بطبيعه الحال باش ان واحد الدوله تجيبك، او لا واحد الشركه في دوله اجنبيه تجيبك، فراه تيخصك فريمون تكون واحد السيد اللي هو زعما عندك مهارات عاليه. اذا كنشكركم جزيل الشكر على الحضور ديالكم. اضرب لكم موعد ان شاء الله غدا باذن الله، ذلكم حين دمتم في امان الله.